أعزائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. الفن التشكيلي السوري ليس مجرد ممارسة جمالية عابرة أو متعة بصرية آنية، بل هو امتداد لقرون من الإبداع الإنساني، حيث تتداخل التراثية بالحداثة والرمزية بالواقعية واللون بالفضاء. منذ عقود والحركة التشكيلية في سوريا وخصوصا في شمالها الشرقي تشق طريقها لتؤسس لهويتها الخاصة، تجمع بين أصالة المكان وروح المعاصرة، بين ذاكرة الأرض والبحث عن لغة تعبيرية عميقة الوجود. في مدينة الحسكة، حيث تمتد سهول الجزيرة على ضفاف نهر الخابور، لم يكن الفن مجرد ألوان على جدران، بل كان تجربة حياة وشهادة على صمود الإنسان وتعدده. من الحسكة خرج عدد من الفنانين الذين جعلوا من الألوان لغة للذاكرة والمقاومة، ومن الرسم مرآة للوجع والفرح والحياة اليومية. لقد رفضت الحركة التشكيلية السورية منذ البداية مجموعة من الرواد الأوائل الذين شكلوا الرعيل الأول في المنطقة، منهم عبد الرحمن الدريعي وخلف الحسيني، اللذين أسسوا للأطر الأولى للتعبير التشكيلي في الجزيرة، وجعلوا من الفن وسيلة لتوثيق الحياة اليومية والتراث المحلي. ومع مرور الزمن جاء الرعيل الثاني من الفنانين الذين تأثروا بالسابقين ووسعوا دائرة التشكيل في الجزيرة ليكونوا حلقة وصل بين التجارب المحلية والهوية السورية الأوسع. أذكر منهم الراحل عمر حمدي، حسن حمدان العساف، خليل عبد القادر وعمر حسيب، يوسف عبدلكي وسرور علواني وغيرهم. هؤلاء الفنانون وضعوا أسسا للتجريب، وسعوا آفاق التعبير الفني ليشمل الإنسان والمكان معا، مؤكدين أن الحركة التشكيلية المحلية قادرة على التواصل مع الحركة الوطنية السورية كلها. ثم جاء الرعيل أو الجيل الثالث كما يقال، ضم الفنان خضر عبد الكريم وزملائه من أمثال الفنان زهير حسيب ودنخة زومايا وعبد الكريم مجد البيك وياسر الصافي ولقمان أحمد ورئيف روفائيل وعدنان عبد الرحمن وآخرين، ليخلقوا ارتباطا وثيقا بين نتاجاتهم ونتاجات أقرانهم في الحركة التشكيلية السورية. وظلت أعينهم ترنو إلى العاصمة دمشق كمركز للأعلام والثقافة وملتقى للفنانين من كل المحافظات، حيث كانت معارض دمشق محطة هامة لعرض أعمالهم وإحياء الأنشطة الفنية، ليثبتوا بأن الحسكة يمكن أن تكون منطلقا لعالمية الفن دون أن تفقد جذورها. في هذا الفضاء المليء بالضوء والظل نشأ الفنان التشكيلي خضر عبد الكريم الذي في هذا الفضاء المليء بالضوء والظل نشأ الفنان التشكيلي خضر عبد الكريم الذي أصبح واحدا من أبرز فناني الحسكة. قبل أن أدخل لسرد سيرة حياة الفنان عبد الكريم خضر، سنستمع لصديقنا الفنان والموسيقار العالمي إبراهيم كيفو، وهو يتحدث لنا عن العلاقة المتينة التي تربطهما منذ الطفولة. فلنستمع ما سيقول لنا الفنان إبراهيم كيفو. يسعد أوقاتكم، تكونوا بخير وسلام. يعني صراحة لما صديقنا مروان أحيانا يكلف الأصدقاء وأنا واحد منهم، يعني بأنه نحكي عن
عن شخصية مؤثرة يعني في منطقتنا، يعني في منطقة الجزيرة، في منطقة اللي أنا أسميها بلاد ما بين النهرين، يعني منطقة مركز ميزوبوتاميا يعني. اللي عطته، تعرفوا شو هي ميزوبوتاميا يعني اللي عطت النور والحضارة لكل العالم. صراحة أنا أحس يعني في صعوبة لما يكلفنا يعني بالحديث عن أي شخص مؤثر، بالأخص إذا كان مقرب يعني مثلا مثل اليوم بدنا نحكي عن فنان. أول شيء يجوز يكون شهادتي فيه مجروحة لأنه أنا أعتبر من عائلته، هو من عائلتنا صراحة يعني بيت عبد الكريم، العائلة النبيلة، يعني العائلة اللي جذورها تمتد إلى صراحة إلى أبعد المكانات في التاريخ. يعني أنا جدي بعد ما تعرض جدي للويلات وللمآسي وللمجازر الأرمنية، جدي سركيس يعني، وبعد ما التجأ إلى عائلة خلف شلاش الإيزيدية النبيلة، وهالعائلة بطبيعة الحال طبعا بمناطق ويرانشار هن ضمن العشيرة الكبيرة، والعشيرة اللي إلى مآثر في مآثر اجتماعية كبيرة جدا في جغرافية المنطقة، يعني صراحة في كردستان المنطقة، حتى يعني وصل لمرحلة تشكيل الدولة، يعني تشكيل دولة بكل مؤسساتها وبكل قوانينها يعني. طبعا من خلال جدي وترباية جدي ضمن هالعشيرة، عشيرة الملان، تعرف على العائلة عن قرب يعني، وهن تعرفوا على جدي عن قرب، وصار العلاقة علاقة عائلية بكل معنى الكلمة. يعني هلا مثلا يعني بدي اختصر، لانه اذا حكي كثير صراحة بدنا كثير حلقات لنحكي عن علاقات، وعن وصولا الينا يعني الى جيلنا يعني. صراحة انا بدي اختصر قدر الامكان يعني مثلا ما بيوم انا صحت لواحد كبير عمرا من عائلتي، يعني من عائله بيت، انا دائما اسميه بيت عمامنا، بيت عبد الكريم. ما يوم انا صحت لاي واحد باسمه الا عمي فلان، عمي كذا، عمي علي، عمي نواف، عمي، يعني الأسماء كثيرة بالعائلة صراحة يعني مشان لا أنسى. وبنفس الوقت خضر وأخوان خضر وأولاد عم خضر بحياتهم ما كان يسيحوا لجدي ولا أبوي إلا عمه، يعني بكل معنى الكلمة، مو إنه بس هيك مرورا يعني كان وصل الموضوع اجتماعيا حتى انه كنا يتدخلوا بامور اجتماعيه الموجوده، يعني مثلا اذا يعني مثلا مثال صغير، اذا جدي مثلا يجوز حدا من اولاده، كان ياخذ راي احد من العائله، انه بدنا ناخذ من فلان عائله، شو رايكم كذا كذا، يعني تصور لهالدرجه يعني. ولا بحياتي أنا حسيت إنه يوم حكيت مثلا خاطبت أو حكيت مع خضر باسمه، إلا دائما ابن العم يعني، هو يصيحني ابن العم يعني، وبالكردية بسمام، يعني بسمام دائما هذه الكلمة بيناتنا وبين خضر، وأولاد عم خضر، أخوة خضر، ونحن وهكذا. يعني إذا أحكي صراحة يطول الحديث كثيرا يعني بجوز بدك حلقات كثير يعني صراحة. بس أنا بدي أحكي هلا على اللي كلفني فيه مشان الحلقة أخوي مروان، يعني بس أحكي عن تجربة خضر، وكون أنا قريب من خضر وكتير قريب من خضر، وما زال أنا على قريب جدا من خضر حتى بغربتنا، يعني بهجرتنا بألمانيا. بس من الصغر خضر، علاقتي في خضر قوية جدا. بابي ميداس الجميل، هو طبعا في شغله ما بعرف بدي اقولها، يمكن ما حد يعرف كثير عنه، ويجوز حتى هو مو حاكي عنها كثير يعني. الهلوي من صغره لما كان، طبعا نحن مدارسنا كان في صعوبه لما ندرس بالاخص المراحل الابتدائيه، يعني بالقريه لما كان هو انا بعرف طبعا كان يدرس مدرسه قريه شمه، وبعدين لأسباب طبعا بعد ولادته أهله راحوا لقرية شيخ فاطمة يعني.
هلا هو صغير، لانه تعرف مرات الانسان من حاله معينه يعني هوايته هيك تنغرس فيه لرؤيته لبعض الامور، لبعض الشغلات الطبيعيه في الطبيعه، بالسماء، بالارض، بالحيطان. كثر ما نحكي لبعضنا، انا وحكى لي قال لي تعرف انت ابراهيم، انا اي شغله كنت اشوفها وانا صغير، صف ثاني ثالث رابع، امشي اطلع في السماء بالغيم، يعني كنت احس انه انا اشبه مباشره الغيمه بانه هذا راس وله عينين، وحتى ضمن اطار لوحه يعني صراحه. واضافه الى ذلك قال كثير، طبعا في شغله رائعه جدا فيه، انه تعرف انت بيوتنا كان من اللبن، من الوحل، وهو كان كثير مرات يتفرج شلون المسيع يعني مثلا يعمل الشيء الهندسي بجدار الحائط، يعني يحس انه كانه المسيع يرسم يعني، وهذا بقت في نفسيته. حتى بعدين لما كان تتشقشق الحيطان يطلع انه يعمل، يعني يعطي شيء يعني لوحات فنية غريبة طبيعة تشكلها. هاي الشيء كله انزرع فيه صراحة، انزرع في خضر شغلات بالطبيعة، شيء عجيب يعني صراحة، عجيب يعني انه هي كونت شخصيته الأولى بالنسبة له، خلاه يحب الفن. وبعدين بعد ما انتقل طبعا، انا درست كمان مثلا بالريف للصف السادس، انتقلنا بعدين لمدينة الحسكة درسنا. بعد ما درسنا هو كان دائما يقول انا بدي اتابع دراستي الفنية اكاديميا، وان شاء الله الا احقق الشيء اللي في بالي، وحتى اعرف ادخل باجواء وما هو في فلك هالعلم هالفن يعني. شاءت الأقدار بعد ما أخذ البكالوريا، طبعا بكالوريا وراح قدم على المسابقة بالأكاديمية، يعني أكاديميا بالجامعة يكمل دراسته الأكاديمية. وما حسينا ودرينا أنه خضر بدل أن يذهب إلى الجامعة وأن يكمل دراسته، وجانا الخبر بأنه خضر هو في السجن. يا للأسف قضى 7 سنوات في السجن مع زملائه، ولكن ما استسلم خضر حتى في السجن. وكأنه هال7 سنوات اللي بالسجن حولن هو بداخله إلى العذابات اللي تلقى في السجن، حولن إلى 7 سنوات وكأنه عم يدرس أكاديمي وعم يعمل امتحان لحاله، ويتجاوز الامتحانات بكل قوة وعنفوان. مثابر كان صراحة خضر، إنسان يتطبق عليه مثل اللي ينحت في الحجر، نحت في الحجر. يعني ايش بدي احكي على خضر؟ احكي على خضر، بدي احكي على خضر، ايش بدي احكي على خضر؟ يعني احكي انه لما اللوجو الخاص فيه بلوحاته صراحة هو الاقدام، قدم، لما يرسم القدم بلوحاته يعني شو ما نحكي عن هاللوجو هذا صراحة لازم نحكي كثير عن هذا الموضوع. يعني شو معنات القدم تودي مرات قدمك يوديك إلى أمور صعبة كثير، مرات إلى أمور رائعة سهلة كثير. وهو من خلال هالقدم هذا شاف الصعب، وشاف أيضا الأمور الجمالية يعني صراحة. يعني مثلا تعذب من خلال قدمه، يعني انتم تعرفوا بالسجن اول عقوبه لما اقول ارفعوا فلقه القدم هذا دخل العذابات الى روحه كثير، الى روحه، الى جسده يعني. ومن خلال القدم تنقل من مكان لمكان كمان ليتعلم، من خلال القدم تنقل الى اوروبا ليتابع كمان مشواره. والنتيجه يعني صراحة أنا بدي أختصر لأنه طويل كتير. شو بدي أحكي عن خضر؟ يعني بدي النتيجة الرائعة اللي هي الجوائز العظيمة اللي حققهم بهالأيام الجميلة، وأبارك له. وكل ما تعذبت فيه حولته إلى جمال لتفرجي للعالم بأنه مهما هناك عذابات، مهما هناك ظلام، هناك نور. وشكرا لبرنامجكم، وشكرا أخي مروان
الجميل لتسليطك الضوء على الناس الجميلين أمثال خضر وغير خضر، وربنا يديمكم ويديم الكادر في هذا التلفزيون الجميل. شكرا لكم. ولد خضر عبد الكريم خضر آغا الملي عام 1967 في قرية قندور التابعة لناحية عمودة، في أسرة تمثل التلاقي بين الجذور الكردية والعربية. والده كردي من عشيرة خضر آغا الملي، وأمه عربية، وهو ما منح الطفل خضر إحساسا مزدوجا بالانتماء، مزيجا من الجذر والهوية المتعددة بين القبيلة والطبيعة، بين الأرض والسماء. منذ سنواته الأولى كان خضر يراقب الحقول الممتدة، يستنشق رائحة الأرض المبللة، يتأمل ألوان السماء عند الغروب والفجر، ويستمع إلى هدير الرياح بين السنابل كأنها تهمس له عن أسرار الحياة، عن مآسي البشر، عن جمال الأشياء الصغيرة التي يغفل عنها الآخرون. كل حجر وكل شجرة وكل ظل كان مادة لحلم يتشكل في داخله لوحة أولى قبل أن يعرف الفرشاة والألوان الرسمية. عند انتقاله إلى مدينة الحسكة لإكمال دراسته الإعدادية والثانوية في مطلع الثمانينيات، انفتح أمامه عالم جديد من التنوع الثقافي والاجتماعي. المدينة كانت مركزا يلتقي فيه العرب والكرد والسريان والآشوريين، وكان هذا الاختلاط بمثابة مختبر لحسه الفني ووعيه بأن يكون الفنان ابن المكان، ابن الأرض، ابن التاريخ والوجع ذاته. التقى بعدد من الرسامين المحليين وراقب تقنياتهم، وبدأ يقرأ عن الضوء والظل، عن اللون والتكوين، وعن أهمية التعبير عن الإنسان والبيئة في آن واحد. نعود لنستمع ما قدمه أو ما سيتحدث به فناننا حسن حمدان، وهو فنان عالمي سيتحدث لنا عن علاقته المتينة مع الفنان خضر عبد الكريم. فلنستمع ما سيقول لنا الفنان أستاذ حسن حمدان. أولا أشكر كل من أتاح لي هذه الفرصة حتى أتحدث عن الفنان خضر عبد الكريم، هذا الإنسان النبيل، الفنان النشط دائم الحركة، نتذكره بكل ألم وحزن لأنه هاجر وترك فراغ ما قدر أحد أنه يسده. خضر عبد الكريم كان الدين والمحرك لكل نشاط فني أو اجتماعي من منطقة الجزيرة. أقام عدة معارض جماعية وفردية، رصد ريح هاي المعارض لأمور خيرية ومساعدات إنسانية. أتذكر مرة عمل معرض خاص به لمار أفرام، لجمعية مار أفرام للأطفال المعاقين، مرة لتأبين شاعر كردي في القامشلي. فخضر يتميز باتساع علاقاته الاجتماعية ومحبته للمجتمع ومحبة المجتمع لشخصه، لذلك قدر أنه يقارب كثير من وجهات النظر، وقدر أنه يعمل نوع من الوئام والاتحاد بين مجموعات كانت متنافرة متناقضة بمجتمعنا. أتذكر أحداث المؤسفة اللي صارت ب 2004 كان له دور كبير بتهدئة النفوس والحفاظ على السلم الأهلي. خضر حالة عجيبة رغم قساوة الحياة اللي مر فيها من سجن 7 سنوات
سبحان الله النشامة ما قصروا معنا. تم اعتقالنا قبل أيام المعرض ب3 أيام. تم اعتقالنا فترة وجيزة وتم إطلاق سراحنا. وسوء حظنا أنه المجموعة اللي بدأت تقيم المعرض اللي جمعها خضر 6 منا معارضين وسجناء سياسيين سابقين. هذا النشاط الأخير اللي التقيت فيه خضر لما ذكروا بنوع من الألم أنه غادرنا شخص لا يمكن أن يتعوض. أتمنى له أنه يكون ينتج وينبت في مكانات أخرى. خضر أينما يحل يزرع الحب والسلام. خلانا نعشق الأكراد وكردستان من خلال قصائد جكروين اللي كان يترجم لنا إياها، من خلال أساطير الكرد مموزين، من خلال الأغاني الكردية الجميلة اللي كان يترجم لنا معانيها وكلماتها. خضر حالة فريدة نتمنى أن تتكرر ببلادنا، وأتمنى له الصحة والسعادة ونال التوفيق بمجالاته ورب يسلمك. مع نهاية الدراسة الثانوية كان خضر يخطط للالتحاق بكلية الفنون الجميلة، لكنه في عام 1987 وجد أمامه مفترقا صعبا. اقتحمت مخابرات النظام حياته واتهم بالانتماء فكري مرتبط بحزب العمل الشيوعي المعارض، فاعتقل قبل أن يلتحق بالكلية وحكم عليه بالسجن في صيدنايا، السجن الشهير بقسوته وظلمه. خلال سنوات السجن لم تنطفئ شعلة الفن في قلبه، بل بدأ يستثمر أي مادة متاحة من خشب أو عظام ليصنع أشكالا تعبيرية. لم يكن السجن مجرد مكان للعقاب، بل أصبح مدرسة للفن، حيث قرأ كتبا ومقالات عن الإنسان والفن والحرية، وامتص تأثيرات الأدب والشعر والفكر المقاوم، فتشكل وجدانه الفني بعد خروجه من السجن في أوائل التسعينيات. وجد نفسه محاصرا بقيود عدة، فلم يسمح له بإكمال دراسته للحصول على حقوقه المدنية، لكنه لم يستسلم، فاختار أن يجعل من اللوحة ملاذا وصرخته ووسيلته للدفاع عن إنسانيته. بدأ تجربة خامات غير تقليدية، مزج الألوان بالتراب والرمل والخشب القديم وفتات الحياة اليومية ليعكس البيئة التي خرج منها، البيئة الجزراوية، البيئة الكردية العربية السورية، في محاولة لصوغ لغة بصرية تمثل الأرض والهوية والوجع. بدأ عرض أعماله محليا، وشارك في معارض جماعية خلال فترة التسعينيات في الحسكة والقامشري والرميلان، وفي متحف طه في محافظة الرقة، بينما أقام أول معرض فردي له في سجن صيدنايا عام 1992، المكان ذاته الذي عاش فيه سنوات سجنه، لتكون هذه الولادة الفنية بمثابة إعلان عن صرخة أقوى من السجن، وعن اللون كأداة مقاومة، وعن الصورة كجسر بين الواقع وذاكرة المقاومة. نعود مرة أخرى لنستمع لضيف برنامجنا لهذا اليوم الأستاذ الفنان التشكيلي خضر عبد الكريم، وهو يتحدث لنا عن طفولته وتجربته الفنية، فلنستمع ما سيقوله لنا الفنان خضر عبد الكريم. مرحلة الطفولة حقيقة كان لها تأثير كبير يعني على مخيلتي. أنا لما كنت عم بروح من قريتي لمدرسة شمع، كانت تبعد عنا شي حوالي بين 2 ل 3 كيلومتر، فدائما كنت حتى أقضي الوقت وما أتعب من المشي، كنت أو أطلع على السماء
بلاحظ الغيوم كيف عم تتشكل وبتعمل أشكال حيوانات، وجوه، أو لما كان يعني بيجف المي بعد المطرات اللي كانت عم تصير وبتعمل أخاديد بالأرض، هاي الأخاديد أحيانا كمان كانت تشكل أشكال. فمن هون يعني صار عندي هاجس إنه هاي الأشكال أنا لازم أرسمها، لازم أتعلم كيف أشتغل بهاي الأشكال، وهاي الأشكال كيف أنزلها على ورق. وأحيانا كنت عم بعملها ولكن بعد شوي يعني لما انتقلت للمدينة وشفت يعني شيء عالم آخر، الناس اللي عم يشتغلوا من خلال الصور الموجودة بواجهات السينما أو المعارض أحيانا تنعمل بالمركز الثقافي، فصار عندي إصرار، وأيضا صار عندي تحدي إنه لازم أشتغل بموضوع الرسم وأطور حالي. هلأ موضوع الاعتقال أجا بعد ما خلصت البكالوريا مباشرة تقريبا. فأنا بعد ما يعني وأنا بالسجن كان تحدي بيني وبين نفسي وبيني وبين النظام، مو بس لأنه شكل من أشكال المقاومة، إنه طالما حرمني النظام من إنه أكمل دراستي الجامعية أو أدرس الفنون، فأنا بدي أشتغل على حالي وبدي أطور حالي وأشتغل بأدواتي. هلأ يمكن بعض الناس اللي هون بألمانيا عم تساءل، وخاصة الألمان لما بيتفرجوا على لوحتي وبيشوفوا فيها حزن، إنه هاي اللوحة ما ممكن تنباع. ولكن أنا بالنسبة لي ما كتير كنت عم بفكر بموضوع البيع، لأنه فيها حزن وما معقول حدا، أو فيها يعني كوارث، فيها بصمات هي لها علاقة بالموت والحياة والوجود، يعني شيء له علاقة بفلسفة الوجود وفلسفة البقاء ومقاومة الاستبداد. فهي اللوحات الألمان بصراحة ما كتير بيهتموا إنه يحطوا ببيتهم، لأنه هن بدهم شيء جميل وشيء مميز، بمعنى إنه ألوان زاهية. أنا لوحاتي يعني غالبيتها بيطغى عليها ألوان فيها حزن، فيها عتامة. فدائما هذا السؤال كان بيتكرر، فأنا كنت عم بقول إنه أنا في لي رسالة من وراء هاي الأعمال، أنا في عندي بدي أحط شفرات معاناة شعبي بهاي اللوحات. يعني أنا ماني مميز عن الفنانين الآخرين، ممكن أنا مختلف عنهم برؤيتي وبتوجهي وفلسفتي باللوحة بيختلف عن فلسفاتهم. يعني الفنانين الموجودين بالمنطقة متميزين أيضا مثلهم، أو هن ممكن في ببعض الأحيان متميزين أكثر مني، ولكن فكرة اللي أنا عم بشتغل عليها ممكن يختلف عن أفكارهم، ممكن بسبب معاناتي الشخصية، ممكن بسبب فكري اللي أنا عم بتبناه، ممكن بسبب الجانب الحقوقي اللي أنا اشتغلت فيه، ممكن بسبب اعتقالي. كل هاي القصص والقضايا هي بتعمل تحول. وبالإضافة أنه يعني اللوحة، يعني أنا مؤمن أنه اللوحة ممكن يكون شكل من أشكال المقاومة، لطالما أنا لما كنت طفل وكنت عم بقضي الوقت وأنا ماشي بالطريق وعم بشوف هاي الأشكال، بنفس الوقت حاولت أعمل نفس الشيء بالسجن لما كنت عم بشتغل المنحوتات حتى أقضي الوقت بالسجن، لأنه زمن السجن طويل وما كان في محاكمات. فلذلك كان بالنسبة لي تحدي وبنفس الوقت شكل من أشكال المقاومة. ورسالتي أنا لما يعني أخذت الجائزة، أنا اعتبرت أنه أنا وصلت رسالتي بشكل صحيح، والمفردات اللي أنا كنت عم بحطها باللوحة وصلت. وأنا الشيء اللي كنت حابب أوصله للجمهور الآخر اللي هو بيختلف عن جمهور المحلي، لأنه نحن نعرف معاناة بعضنا، بدأوا يقرأوا اللوحة بشكل صحيح. مع مطلع الألفية الثانية عرض الفنان خضر أعماله في دمشق، ومنها المركز الثقافي بالمزة عام 2000، وتوالت بعدها معارضه في حلب وعدد من المدن السورية الأخرى ليؤكد حضوره كفنان مستقل ينتمي للواقع السوري بكل تنوعه. رغم قيود النظام على السفر، ظل يحلم بتوسيع آفاقه، وكانت الهجرة إلى أوروبا التحول الكبير في مسيرته. غادر السوري عام 2014 في تلك الظروف التي عاناها الشعب السوري، واستقر في ألمانيا، حيث عرض أعماله في معارض جماعية وفردية، شارك في ورش عمل وعروض فنية مع فنانين ألمان وأوروبيين،
ومن أبرز معارضه في أوروبا أذكر منها معرض فردي بعنوان أقدام تجوب العالم، كان عام 2009 في دمشق غاليري فريهاند. أيضا معرض برلين 2016، معرض بون 2017، ومعرض في ميونخ 2017، ومعرض هامبورغ 2018، بالإضافة لمعرض فردي بعنوان أقدام تجوب العالم عام 2019، ومعرض باريس عام 2021، ومعرض بوتسدام هويات مهاجرة عام 2025. بالإضافة لتلك المعارض فقد قام الفنان خضر عبد الكريم برسم أغلفة الكتب الأدبية لأعداد كثيرة من الشعراء والكتاب والروائيين. نعود لضيف آخر، الكاتب والروائي والناقد أستاذ محمد باقي محمد، الذي تربطه علاقة روحية مع ضيف برنامجنا أستاذ خضر. فلنستمع ما سيقوله لنا الأستاذ محمد باقي محمد عن هذه العلاقة الروحية والصداقة التي تربطهما معا. مساء الخير، أنا محمد باقي محمد، روائي وقاص وناقد، عضو اتحاد كتاب سوريا وعضو سابق في الركة اتحاد مثقفي غربي كردستان سوريا. الحديث حول الفنان التشكيلي خضر عبد الكريم كفنان وكصديق حديث ذو شجون، فلقد ترافقنا لفترة غير قصيرة من الزمن، بل وكانت لنا رؤى مشتركة على الصعيد الفني وعلى الصعيد الثقافي وأيضا على الصعيد الاجتماعي والسياسي. بشكل خاص تربطني بجميع الفنانين التشكيليين علاقة خاصة، لأنني وأنا أبحث عن ذاتي مررت بخانة الرسم والتشكيل فرسمت. لهذا تربطني به بالفنان حسن حمدان، بالفنان خليل عبد القادر، بالفنان رحيم، بكثيرين قد لا تحضرني أسمائهم جميعا. علاقة روحية من نوع خاص. أيضا أنا وخضر عملنا معا في لجان الدفاع عن حقوق الإنسان في وقت ما في سوريا، وبالتالي كنا نلتقي بشكل دوري. خضر في حد ذاته ينطوي على مواصفات خاصة، ويمتاز بالوفاء ويمتاز بالغيرية. ذات يوم كنت على رأس فرع اتحاد الكتاب العرب، وكنت أنوي أن أقيم معرضا لفنانين المحافظة، فكان رفيقي الدائم في هذا المشوار والفنان خضر عبد الكريم، وأيضا ذو شجون، لأن خضر غادرنا منذ أمد وهذا محزن، فنحن نفقد طاقات قادرة على الإبداع وعلى حل المشكلات على نحو ما. لكن ما يعزينا أن البعض منهم حقق حضورا لافتا في الخارج على مستوى العالم. قد نتذكر في هذا المجال المرحوم ابن الحسكة الذي عرف أكثر باسم ملبى، الفنان العالمي عمر حمدي. قد نتذكر الفنان العالمي بشار العيسى الذي التقيته في باريس. وقد نتذكر أيضا الفنان العالمي يوسف عبدالكي الذي التقيته ذات مصادفة في دمشق وهو في طريقه لحضور معرضه في أحد بلدان الخليج.
رحيم في بلجيكا، خليل عبد القادر في ألمانيا، كلهم لهم مكانة في القلب. وحينما يحققون حضورا فهذا يرتبط باسم البلد، ببيئة البلد، بتراث البلد. قد أتذكر المغني الخال إبراهيم كيفو أيضا، وقد أتذكر آخرين. مؤخرا أفرحني كثيرا أن خضر عبد الكريم تحصل على الجائزة الأولى في مهرجان فني ضم نخبة من الفنانين كانوا يتسابقون لعرض شيء يخص حقوق الأقليات، وخضر من الأقلية الكردية التي أنتمي إليها في سوريا. وسبحان من حولنا إلى أقليات في وطن التنوع، الوطن السوري. أفرحني هذا الخبر وأثلج قلبي. احتفت به وسائل التواصل الاجتماعي، احتفلت به القنوات التلفزيونية في سوريا وفي شمال شرق سوريا وفي إقليم كردستان العراق، وعلى مستوى أكبر ربما. بهذا المعنى أفرحني أن خضر حينما استقر في أوروبا لم ينسى بلده، لم ينسى مشكلات بلده، لم ينسى أناسه، وعمل على إيصال صوتهم إلى العالم. طبعا خضر في الجانب السياسي أيضا له تجربة مهمة. حقيقة هو مناضل، دفع ردحا غير قليل من عمره حوالي 6 سنوات في سجون نظام الأسد. بهذا المعنى خضر يحتل مكانة في قلبي، ومن القلب أنا أبارك لخضر عبد الكريم هذا الإنجاز الذي أعده بمعنى من المعاني إنجازا شخصيا لي ولأكراد سوريا وللسوريين جميعا. الفنان التشكيلي خضر صاغ لغة بصرية رمزية حيث تتكرر صور الأقدام والوجود لتصبح أداة سرد بصري تمثل رحلة الإنسان والهوية والاغتراب والمقاومة. الأقدام تمشي بلا وجوه كأنها تمثل سيرة شعب تائه أو إنسانا يبحث عن وطن، والوجوه المشوهة أو الغائبة لتصبح صدى للضمير، دعوة للتفكير، تاريخ لصمت القهر والتعبير عن صمود الإنسان أمام الظلم والحرمان. في عام 2025 حصل الفنان التشكيلي خضر عبد الكريم على الجائزة العالمية لفناني الأقليات في النسخة الرابعة من المسابقة الدولية، وذلك بمشاركة 244 فنان من جميع أنحاء العالم، ليكون هذا التكريم اعترافا دوليا بمسار طويل من الصمود والابتكار والمقاومة. وقال عند استلامه الجائزة: بصفتي فنانا كرديا يدافع عن حقوق شعبه وأمته، أهدي هذه الجائزة إلى الشعب الكردي في أجزاء كردستان الأربعة. سنستمع معا إلى كلمته أثناء حصوله على الجائزة العالمية لفناني الأقليات في النسخة الرابعة من المسابقة الدولية، وقلت ذلك بمشاركة 244 فنان من جميع العالم. فلنستمع معا إلى هذه الكلمة. إيوار باش قل لك خش هيك هوا مروز ماني خلي ديك إذا آخري أسخير هتناوت هوا دكم
براستي متخصص كردي بآخر لسدمن تكنيكي وش منور قراندني أزيب عربي قوتنا خبوخينا. مساء الخير، أنا خضر عبد الكريم، فنان تشكيلي من كرد سوريا، الجزء الملحق بسوريا، الجزء الكردستاني. طبعا نحن الكرد لسنا أقلية، ولكن بعد أن تم ترسيم الحدود بموجب اتفاقية سايكس-بيكو عام 1916 التي قسمت الجغرافيا الكردستانية وألحقتها ب4 دول وهي سوريا وتركيا وإيران والعراق، فقد أصبحنا ضمن تلك الدول أقليات. نعم، وقد عانى الشعب الكردي في هذه الدول الويلات من قبل الأنظمة المتعاقبة لتلك الدول من قتل وتهجير واعتقال وطمس الهوية، بالإضافة إلى سياسات التهميش والإلغاء والصهر. ففي سوريا تم تجريدنا من الجنسيات والاستيلاء على أراضينا وزج كل من يعترض على الحكم بالسجن. للأسف الشديد هذا كان وضع الكرد، علما أننا في سوريا والعراق وتركيا نشكل 70 مليون أو أكثر من 60 مليون كردي على هذه الجغرافيا، وحتى يومنا هذا ليس لنا دولة ذات سيادة تحمينا وتحمي حقوقنا من الأنظمة الاستبدادية. واليوم تشرفت بأنني نلت هذه الجائزة الدولية لفناني الأقليات في العالم التي أطلقتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وأنا بدوري أهدي هذه الهدية إلى الشعب الكردي على كافة جغرافيا الكردستانية. وفي الختام أتقدم بالشكر والامتنان إلى جميع المنظمات والهيئات التي ساهمت في هذه المسابقة الدولية لتحفيز الفنانين من أبناء الأقليات وجعلها مدافعين عن حقوق شعوبهم وطوائفهم، والقائمين على هذه المسابقة، وأخص بالذكر كل من السيد كلود والآنسة ميلانا والآنسة لورا وبالطبع الدكتورة آنا. فقد واصلوا الليل بالنهار بالتواصل معنا حتى تم تقديم كافة المعلومات والوثائق والإمكانات اللوجستية لأجل حضورنا لاستلام هذه الجائزة، وشكرا لكم ولحضوركم. مسيرة الفنان التشكيلي خضر عبد الكريم من طفولته في جندور إلى سجن صيدنايا إلى معارض الحسكة والقامشلي ودمشق وصولا إلى صالات العرض الأوروبية تكشف سردا حيا لتاريخ شخصي وجمعي، لتجربة شعب بأسره، لتاريخ ثقافي وفني يمتد من الأرض إلى العالم، من الألم إلى الأمل، من المحلية إلى العالمية. لوحاته ليست مجرد أعمال فنية، بل شهادات على صمود الإنسان، على مقاومته، على قدرته تحويل الألم إلى جمال، الوجع إلى أمل. الأقدام التي رسمها مرارا ليست رموزا فقط، بل خطوات على درب طويل نحو الحرية والكرامة. الفن عند الفنان خضر عبد الكريم ليس ترفا أو سخرفة، بل موقف، وجود، رسالة، جسر بين ما ضاع وما بقي، بين ما هو محلي وما هو كوني، بين الألم والأمل، من جندور إلى برلين، ومن زنزانة صيدنايا إلى صالات العرض في أوروبا. تمضي خطواته على درب لا ينتهي، درب الفن الذي يصنع الإنسان ويصوغ الهوية ويخلق ذاكرة لا تموت، ويحول الغربة إلى وطن بصري، ويجعل من كل لون وكل ظل وكل ضوء رسالة صامتة لكنها أبلغ من أي كلمات عن الإنسان، عن الحرية، عن المقاومة. يقول الفنان خضر: حين أرسم أشم رائحة قريتي، أسمع أصوات الحصادين، أرى أمي تضع الخبز في التنور. الفن
أعزائي المشاهدين هو طريق العودة حين تغلق الطرق. في معارضه الأخيرة تبدو الأقدام أكثر خفة، كأنها صارت تمشي فوق الضوء، ربما لأنها وجدت أخيرا طريقها إلى الحرية، أو لأن الفنان نفسه صار جزءا من ذلك الضوء الذي يبحث عنه منذ الطفولة. وهكذا تمتد حياة خضر عبد الكريم بين الطين والسماء، بين القيد واللوحة، بين السجن والمنفى، بين الحلم والإنجاز. رحلة فنان سوري حمل حسكته في قلبه ورسمها على جدار العالم، دون أن ينسى طريق العودة إلى التراب الأول، ذلك التراب الذي خرج منه وحمل لونه في دمه، حتى صار الفن ليس لوحة على جدار، بل حياة كاملة ترسم كي لا تنسى. أعزائي المشاهدين، قبل أن أصل لنهاية الحلقة نعود مرة أخرى لنستمع لضيف برنامجنا الأستاذ الفنان التشكيلي خضر عبد الكريم، فلنصغي ما سيقوله لنا. بداية بتشكر الأستاذ مروان شيخي على هاي المبادرة الجميلة، إنه أصر علي إنه أسجل فيديو وهو يعمل عني حلقة. الأستاذ مروان يعمل عني حلقة. طبعا لما خبرني إنه بدي متحدثين عنك، هو اقترح علي بعض الأسماء، فأنا أصريت ببعض الأسماء الأخرى اللي يكون بيعبر عن تنوع أبناء هاي المنطقة، اللي هي فيها السوريان وفيها الآشوريين وفيها العرب وفيها الكرد وفيها اليزيديين ومن كل الأطياف. فكان اختياري هو أنه يكون أصدقائي، وقضينا أيام جميلة سوا. الأستاذ الفنان التشكيلي المعروف حسن حمدان العساف، كل التحية له وبشكره جزيل الشكر، يجوز أتعبناه. وكمان المطرب والموسيقي المعروف الأستاذ إبراهيم كيفو، اللي هو له كل المحبة حقيقة، ونحن عم نلتقي وفي تواصل بيناتنا هون بألمانيا. ولكن أستاذ حسن وأستاذ محمد باقي الروائي والكاتب والصديق، اللي اشتغلنا سوا فترة من فترات بلجان دفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان، لم ألتقي لا بأستاذ حسن ولا بأستاذ محمد باقي. فكان هاي الفرصة إنه نحن نعبر عن تنوعنا بمناطقنا اللي نحن كيف كنا متآلفين مع بعضنا، علما أن النظام البائد الأسدي حاول كثير مرات يفتن بين المكونات الموجودة بهاي الجغرافيا، ولكن فشل، ما قدر، تم تفويت الفرص عليه كذا مرة. فلهم كل الشكر والتحية. أنا بس فقط بدي أحكي عن جانب اللوحة والفن. يعني أنا الجائزة اللي أخذتها مو أخذتها لأنه أنا خضر عبد الكريم، أو لأنه هاي الجائزة هي جائزة دولية ما فيها هذا معروف من قبل فلان. أنا تقدمت المسابقة ونجحت فيها فقط لأنه كنت عم بحط مفردات شعبي ومعاناته ومعاناتي الشخصية أيضا، لأنه أنا شايف، كنت عم بحطها باللوحة لأنه أنا شايف الفن واللوحة شكل من أشكال المقاومة ومقاومة الاستبداد. فمن يعني من أيام السجن والاعتقال، أنا لما كنت بسجن صيدنايا كنت عم بحاول أقضي أكبر وقت ممكن بنحت المنحوتات اللي كنت عم بشتغل على صناديق السحاحير، حتى أقضي الوقت وبنفس الوقت أبقى متزن. فتحياتي لجميع المشاهدين كمان اللي بكرة بدهم يشوفونا ونحن عم نحكي. وبرجع بكرر أهدي هاي الجائزة اللي أخذتها لأنه هي جائزة باسم الشعب الكردي، بهديها لكل الشعب الكردي في أجزاء كردستان الأربعة. وكل التحية لكم وجزيل الشكر للأستاذ مروان ولجميع الأصدقاء اللي تحدثوا. كل التحية والشكر. أعزائي المشاهدين، قنديلنا لهذا اليوم كان الفنان التشكيلي الكردي السوري خضر عبد الكريم. هذا الاسم ليس مجرد اسم في سجل الفن التشكيلي السوري والعالمي، بل هو ذاكرة تمشي على قدمين، وريشة تكتب باللون ما عجزت الكلمات عن قوله، وصوت يردد في كل لوحة إن الإنسان
أكبر من جراحه، وأن الفن هو السبيل الأبسط والأعمق ليبقى الإنسان إنسانا. حاولت في هذه الحلقة أن أفتح نافذة على حياته ومسيرته، وأن أضيء بعضا من ملامح شخصيته وأبداعه، والحديث عنه يطول، لكن الوقت كالعادة يداهمنا دائما. إلى هنا أصل بكم إلى نهاية الحلقة لهذا اليوم، هذه الرحلة، على أمل أن نلتقي بقنديل جديد من قناديل الأدب والفن في برنامجنا قناديل على قناة وفضائية روجافا. إلى اللقاء ودمتم بألف خير.